اقول لكم على قصه كده حصلت معايا، وكان درس ليا في اول الكهنوت. جم قالوا لي يا ابونا انتوا عارفين الكنيسه حواليها شوارع كده بتتقسم مربعات افتقاد، يعني ده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا. في ناس مسنين ما بيعرفوش يجوا الكنيسه، فبيتقال للاباء ايه؟ روحوا ناولوه، اكيد بيحصل هنا الكلام ده، فروحوا ناولوه. فقالوا لي يا ابونا في حد في شارع معين على السطح، هي ست لوحدها عندها حوالي 75 سنه ومش متجوزه ولا عندها عيال وعايشه في اوضه على السطح، روح ناولها. رحت اناولها، الكلام ده من 13 سنه مثلا، كنت اصغر من كده واقوى صحيا، يعني كان لسه بصحتي يعني. طبعا انتوا عارفين مصر الجديده القديمه عندنا العمارات 3 4 ادوار بس، لكن الارتفاع 4 متر 20، يعني مش 3 متر 10 وال 62 بتاعنا ده، لا يعني الدور واخد راحته. فطبعا ما فيش اسانسير، طالع عمال انهج، واللي في دماغي هي الست دي بتعمل ايه؟ ده انا شاب او كنت ساعتها شاب ومش عارف اطلع. طبعا طلعت فوق على السطح، لقيت الدنيا غير الدنيا بقى. لقيت اوض كده متوزعه استجرد بطريقه عشوائيه، وحمام واحد مشترك. اللي جه في بالي بقى، طب الست دي اللي عايشه لوحدها بتطلع وتنزل ازاي اصلا؟ وبتاكل منين؟ ومين اللي بيعبرها؟ وبعدين لو عايزه تخش الحمام الساعه 4 الفجر هيجي لها التهاب رئوي، مش كده ولا ايه؟ يعني قاعده في اوضتها وتطلع في الطل لو في مطر او في ساعه او في حاجه ويحصل مشكله. المهم خبطت، فتحت لي، دخلت الاوضه. طبعا الست دي راحت السما، عشان كده انا بتكلم على التفاصيل براحتي يعني. لقيت الاوضه فيها كل حاجه قديمه لدرجه ماركاتها انا ما اعرفهاش، يعني ما تعرفش. وبعدين تلاقي الثلاجه بابها مفتوح فتحس انها مش ثلاجه، يعني مش شغاله ثلاجه. وبعدين كوبايتين كده، حاجه صعبه. الغريبه انها لما عرفت ان انا ابونا وجامي الكنيسه ناولها الابتسامه العريضه بقى، لدرجه انا ما استحقش والمسيح بنفسه جاي لي والجسد بركه كبيره وفرح كده. انا بصراحه الفرح ده ما دخلش دماغي يعني. قلت لها يا ماما انت كويسه؟ قالت لي اه. قلت لها طب مين يجيب لك اكل وشرب؟ قالت لي المسيح ما يسيبنيش. قلت لها اوكي. طيب مين بيسال عليكي؟ عندك قرايب؟ قالت لي المسيح عمره ما خذلني ونعم بالله، بس يعني مين؟ فضلت كل ما اسالها سؤال تقول لي ايه؟ المسيح. بعد ما خلصت التناول قلت لها يا ماما طب انت عايزه حاجه من الكنيسه؟ قالت لي يا ابونا كله زي الفل، كله زي الفل، كله زي الفل. انا مش شايف الفل خالص خالص، لا صحه ولا سن ولا وحده ولا اوضه ولا حمام ولا سلم ولا حاجه ولا حاجه. في مره من المرات رحت لها، وانا فاكر ده كان مره بعد عيد. اقول لكم ليه فاكر الملحوظه دي؟ لان لما رحت اناولها قالت لي يا ابونا هستاذن قدسك بعد ما تناولني من فضلك، عايزه 5 دقائق. توقعت عندها مشكله تاخد رايي، عايزه حاجه مساعده. بعد ما خلصت لقيتها فاتحه الدرج بتاع ما اعرفش يسموه ايه عندهم بقى، نمليه ما اعرفش حاجه كده، وراحت مطلعه لي 20 جنيه 4 خمسات، وقالت لي كل سنه وقدسك طيب. قلت لها ايه دول يا ماما؟ قالت لي احنا سلو بلدنا لما ابونا بيجي لنا بعد العيد بنعيد عليه. قلت لها حبيبتي بس ده سلو بلدكم، احنا سلو بلدنا غير كده. قالت لي لا، ولا انا عشان فقيره؟ انا بصيت لها كده بانبهار، ومش عايزكم تنشغلوا خدت ال 20 جنيه ولا لا. اخرج بره الفكره دي، ركز في الست الغنيه دي، ابعد عن ال 20 جنيه ال4 خمسات. فكر في فكره اسمها ازاي واحده بالظروف السوداء دي وعندها استعداد تطلع 20 جنيه من جيبها عشان تديها لمين؟ لابونا. ايه رايكم؟ دي ناس عايشه في وسطينا. الست دي راحت السما من فتره مش بعيده، لكن كانت غنيه وفرحانه لانها بالحقيقه في الحقيقه مسنوده على ربنا، عايشه معاه طول عمرها، بتصلي له. اروح البيت الاقيها مشغله سي تي في واغابي وكل القنوات الدينيه وبتقول ترانيم وبتقول تسبيح. ايه ده؟ اللي ياكل على ضرسه ايه؟ ينفع نفسه. هتشيل لوحدك سهل يجرى لك، ما ترجعش تشتكي وتقول له انت فين. لا، امسك فيه عشان هو اللي هيعينك وهو الوحيد اللي هيسندك حتى لو كل الدنيا تخلت عنك. نقطه نمره 2، انت بتشكر ولا لا؟ انت بتشكر ولا لا؟ يعني في ناس بيشكروا، ده لما يتعرض لضيق او تجربه ممكن يقبل، بينما الشخص الذي لا يشكر لا يمكن يقبل. عشان كده من اكتر الحاجات اللي عدو الخير بيخبطنا فيها ويخلينا ننساها فضيله اسمها فضيله ايه؟ الشكر. هناك مشاكل في الدنيا الله يستخدمنا لحلها. هناك مشاكل في الدنيا الله يستخدمنا ايه؟ لحلها. انتوا عارفين انا وحضراتكم في اليوم الاخير هنتسال عن ايه؟ عارفين صح؟ الكتاب المقدس قال السيد المسيح هيسالنا ليه لما كنت جعان ما حدش اكلني؟ ليه لما كنت عطشان ما حدش شربني؟ ليه لما كنت مريض او مسجون ما حدش ايه؟ زارني؟ صح ولا انا غلطان؟ طبعا احنا كعادتنا حتى واحنا بنتحاسب هنعمل فيها مش مركزين، فنقول يا رب معقوله؟ اوعى تقول كده، احنا يعني معقوله تبقى جعان واحنا لا لا لا، ده انت غالي علينا، عطشان كمان وبعدين مريض. طب مريض فين وجعان فين؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا رب؟ معقوله؟ ده انت حبيبنا. يرد المسيح ليه المجد يقول لنا ايه؟ كل ما فعلتموه لاحد اخوتي الاصاغر فبي ايه؟ قد فعلتم. هو ليه في العالم اكتر من 6 مليار بني ادم مش مسيحيين؟ ليه ربنا يسمح بكده؟ كويس، طبعا الموضوع صعب وربنا ممكن يشتغل معاه، بس انت عارف حاجه؟ ان ممكن ربنا يستخدمك عشان يشتغل معاه.
يعني هو معلمنا ماري مرقس لما جه اسكندريه وكرز للمسيح، كان يعرفنا؟ كان من قرايبنا؟ كان من اهلنا؟ ما احنا كنا بنعبد اوزيس واوزوريس واحمس وكنا زي الفل. ايه علاقته بينا يعني؟ هو فاهم انه ليه دور، نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله ايه؟ يحسبنا. يعني يروا اعمالكم الحسنه. لكن احنا نقول ايه؟ ليه رب الناس دي ما تعرفكش؟ طب انت هتعمل لهم ايه؟ ولا حاجه، انا مالي، بس انا بسال. بتسال؟ طب ما انت حبيبي بسلوكك الجيد، تصرفاتك الحلوه، المحبه اللي تقدمها، سلوكك الطيب، محافظتك على طهارتك وعلى فكرك وعلاقتك الحلوه بالناس دي، ما انت ممكن تلفت نظرهم ان في اله ايه؟ حي قادر يغير الناس ويخليهم كويسين زيك. لكن انا اقول له يا رب انت فين؟ طب ما هو بيستخدمك وهيستخدمك. مش قال كده معلمنا بولس الرسول نسعى كسفراء عن ايه؟ عن المسيح. هو انا هروح اوعظ للناس؟ مش لازم توعظ، لكن فين سلوكك وتصرفاتك؟ فين لكي يروا اعمالكم الحسنه؟ ده انا ببقى رايح فين؟ رايح الكنيسه. جاي منين؟ جاي من الكنيسه. رايح فين؟ رايح الخدمه. جاي منين؟ جاي من الخدمه. واكتر واحد بيعمل مشاكل على 20 جنيه بتاعت الاسانسير انا. يعني اكتر واحد بيهرب من ال 20 جنيه بتاعت الاسانسير. طب عايز الناس غير المسيحيين يشوفوك ايه؟ يقولوا عليك ايه؟ اللي رايح جاي من الكنيسه يعني يقولوا عليك ايه؟ انا ليل نهار في الكنيسه، لبسي وتصرفاتي وكلامي لا يليق. عايزين الناس يقولوا عليك ايه؟ يقولوا على مسيحك ايه؟ كي يروا اعمالكم الحسن. علينا دور. نفس الكلام، اي حد محتاج، اي حد محتاج. يعني مثلا فكره ان الانسان بيقدم العشور ويخرج عن نفسه. في ناس بتهتم انها تطلع عشور، وفي ناس تانية تفاصل تقول لك هو ربنا يخلق الناس فقراء واحنا اللي نشرب؟ تقول له يا ابني اللي بتقوله ده، يقول لك يعني طب ما ربنا يخلي الناس كلها اغنياء، ليه يبقى في ناس فقراء وناس اغنياء؟ يا حبيبي ده انت هتخش السماء. اللي انت بتقدمه ده لما تقف قدام ربنا دي اعمال محبه ليها قيمه. يقول لك لا انا ما ربنا يخلق الناس ليه؟ وبعد بص بقى الناس فقراء وغلابه، طب هطلع عشورك ان شاء الله. طب احنا داخلين يا ابونا على العيد، سامحنا بقى مش هنقدر نطلع عشور. ليه يا ابني؟ بس انا بجيب جزمه ب 600 ولا 700 ولا 1000 جنيه، وبجيب بنطلون ب 500 جنيه، وبجيب قميص ب 3000 جنيه. الارقام بقت طبعا غليت، انا ما اعرفش كام، بقول اي ارقام. فظروف صعبه، يعني ظروف صعبه. قميص ب 3000 جنيه وظروف صعبه؟ يا حبيبي خليه ب 2000 ونص ودي ب 500 جنيه، خلي الناس تاكل. يعني فاهمين قصدي؟ اسهل شيء ان احنا نلوم ربنا. لكن خلي بالك كانوا 70 رسول صح؟ اتقال عليهم انهم فتنوا الايه؟ المسكونه. يعني فتنوا المسكونه؟ راحوا للعالم كله كلموا عن ربنا. طب احنا كام مسيحي؟ حوالي 2 مليار من ال 8 مليار. قول لو مليار، لا بلاش مليار، قول لو مليون من المليار قرر انه يعيش زي ما ينبغي انه الانسان المسيحي يعيش، العالم هيبقى شكله ايه؟ مليون، العالم هيبقى شكله ايه؟ ده اذا كان 70 واحد ربنا وقف معاهم وعملوا انتشار للايمان في اماكن كتيره في العالم، يبقى انا وحضرتك لينا دور ولا مالناش دور؟ لينا دور. عندي صديق ليا ما بيجيش الكنيسه وبخرج معاه، طب ما تفتقد وتجيبه. عندي حد مريض ومش لاقي حد يقف جنبه، ما تزوره. عندي حد من اصحابي زعلان من الكنيسه ومعصر، ما تكلم ابونا يفتقده. مش ليك دور ولا ايه؟ ولا انت عايش عشان نفسك وتاكل وتشرب؟ حتى الانسان الذي ينكر وجود الله بياكل ويشرب ويتجوز ويربي العيال. في الاخر انا افرق ايه عنه؟ نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله ايه؟ يعز منه. يبقى اول حاجه انا قربت اخلص، اول حاجه هو له المجد، ما تضحكش عليه، قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق. ثانيا له المجد، لم يتخلى عننا، تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. ثالثا في اخطاء سببها ايه؟ خطيتي وشري وضعفي، محتاج اصلحها. ما اجيش اقول للناس ما بتحترمش حد وانا اللي عندي كبرياء وابو لمس، وكل ما حد يقول لي كلمه كده افهم منها توبيخ او لوم الدنيا تولع، وارجع اقول ليه الناس بقت وحشه. الحقيقه مش الناس بس اللي بقت وحشه، انا كمان عندي مشكله ومحتاج اراجعها. والنقطه الرابعه والنقطه اللي قبل الاخيره، انه في الحقيقه الله يستخدمنا لعلاج المشاكل. اقول لكم على حاجه، عندي حل عندنا في الكنيسه، يعني مرت بتجربه صعبه، انها فقدت ابنها في سن صغير، تجربه صعبه ربنا يحمينا. عارفين الست دي خدمتها ايه دلوقتي؟ بتروح تفتقد الامهات اللي ولادهم في حالات حرجه وقربوا ينتقلوا، رغم انه دي بتعيد ذكريات ايه؟ قديمه، مش كده؟ يعني ابنها راح السما وهو صغير بسبب مرض صعب، هي بتروح تخدم النوع ده من الامهات، كرست حياتها لده. ليه؟ لانها فهمت انه من ضمن الحاجات اللي بتخفف الالم انه ربنا يستخدمنا عشان نطبطب على مين؟ على حوالينا. احنا نلوم ربنا، نقول له بص رب انت ليه ما استنيتش الناس تقف معاهم؟ طب ما تتفضل يا اخوي، ما تتفضلي، ما هو ربنا بيقول واللي خلاه يحرك قلبك ويصعبوا عليك روح وقدم محبه. ولا انا مش عايز اشتغل وكل شيء الوم بمين؟ ربنا. هنا يبقى سؤال اخير، ايه الفرق بين ناس دخلوا في ضيقات ومشاكل وتجارب وخرجوا افضل مما دخلوا؟ يعني في ناس لما تمر مشاكل وضيقات يطلع اعمق في علاقته بربنا، زي ما قال ايوب الصديق بسمع الاذن كنت اسمع عنك اما الان فقد راتك ايه؟ عيناي، ده انا بقى طالع وانا شايفك. في هنا علاقه ايه؟ اعمق. وفي ناس تانية احبائي لو مرت بمشاكل وضيقات بتطلع فقد علاقتها بربنا اصلا. في نوعين من البشر، وللاسف النوع الثاني ده الغالب. يبقى عندنا نوعين في التعامل مع الضيقات والمشاكل. نوع
اذا مر ضيقات ومشاكل يطلع اقوى من مكان في علاقته بربنا، ويطلع ثابت وقوي. ونوع اخر لا، يفقد علاقته بربنا. بصوا عشان وقتنا، في 3 فروقات. كم فرق؟ 3. بين مين ومين؟ عشان مناظركم مش مريحاني. بين الناس اللي بينجحوا في التجربه وبين الناس اللي بيسقطوا في التجربه. معايا؟ يبقى في كم فرق؟ 3. اول فرق، وده سؤال مهم ولازم تجاوب عليه بضمير وبصراحه، انت مسنود على مين؟ طبعا انا لو قلت الكلام ده هنا وانا كاهن وغبي بتصور مش كده، هنقول مين؟ المسيح. طب بلاش اسال السؤال كده، بلاش اساله كده، خليني اساله بطريقه تانية. ايه اللي يطمنك اكتر؟ يبقى جيبك موجود فيه ورقه مكتوب فيها وعد من ربنا، لا تخف لاني معك، ولا شيك ب10 مليون دولار؟ فكر قبل ما تجاوب. تاني ايه اللي يطمنك، اللي يخليك تبقى هادي كده بتطمن؟ انه لا تخف لاني معك، وعد من ربنا لينا، ولا شيك ب10 مليون ايه؟ دولار، مش جنيه. يعني اضرب في 15 ولا 14، يعني نتكلم في 140 مليون جنيه. ايه اللي يطمنك؟ انا قلت ده مره عندنا في اجتماع الشباب، فقالوا لي يا ابونا مش ربنا خلق لنا جيبين؟ قلت لهم وده معناه ايه؟ قال لي انت ليه بتزنقنا في السؤال؟ ما تجيب فيه لا تخف لاني معك، والجيب التاني فيه الشيك. لا يا حلو، يبقى انت مركز على الشيك مش مركز على الوعد. فاهمين قصدي؟ خلينا نسال نفسنا سؤال، انت مسنود على مين؟ يعني انت قبل ما تاخد قرار بتستشيره؟ هل انت قبل ما تخرج من بيتك بتصلي؟ هل انت بتقرا كتابك المقدس وتقول له تكلم يا رب فان عبدك سامع؟ احنا كنا دايما نقول لاولادنا الصغيرين ايه؟ يا ابني وانت صغير كل كويس قوي، لان اصل اللي بياكل على ضرسه ايه؟ بينفع نفسه، صح؟ اللي بيتغذى كويس يطلع قوي. اهو في علاقتنا بربنا كده، اللي بيتغذى بعلاقه بربنا قويه يطلع قوي. صدقوني يا احبائي، يا ما شفنا ده بعينينا، ناس في ظروف صعبه جدا لكن علاقتها بربنا قويه جدا، مسنوده على ربنا وبفرح.